السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنخلل الجزر لرمضان 2024. يلا نشوف مع بعض إزاي تعملي مخلل الجزر زي المصانع بالظبط، كأنك جايباه جاهز من بره. كلنا طبعا لما بنجيب شوية مخلل مشكل أول حاجة بتيجي قدام الأطفال وبيحبوا ياكلوها هو الجزر. طب ما تيجي نعمله في البيت ونعمله بتكلفة أقل وأبسط وحلو جدا. يلا بينا نشوف مع بعض ازاي نخلل الجزر ويطلع معانا زي العسل. اول حاجه يا ست الكل هتجيب الجزر بتاعك، في جزر بيبقى نظيف جدا وزي العسل. الجزر النظيف ما بيتقشرش علشان ما ينعمش معاكي. لو الجزر لقيتيه مش نظيف قشريه. بعد ما تقشريه طبعا المفروض ان انا كنت مقطعاه كده، بس المشهد ده يعني ايه اتحذف او حاجه. فانا بدات كده اقطعه زي ما انت تحبي، تقطعيه بالسكينه، تقطعيه دواير، تقطعيه طولي. عندك اللي هي السكينه المشرشره قطعيه. بدأت هنا يا ست الكل بعد ما قطعته وشطفته وجبت كده حوالي 4 ل5 معالق من الملح. تمام. هبدأ كده ارشهم على الملح بتاعي. هنا انا كنت ضفت 4 معالق وبدأت كده في الطبق وبدأت اقلبه، ورجعت حطيت عليه معلقة او معلقتين. تمام، يعني حطيت حوالي من 5 ل4 معالق او 6 زي ما تحبي. كده كده هقولك دلوقتي الملح ده هيروح فين. تمام. ليه انا رشيت عليه ملح؟ علشان الجزر دايما بيكون مسكر. حلو الكلام. اهو زي ما بقولك كده تقطعيه بس ما يبقاش رفيع قوي. رفيع قوي لو انت يعني هتاكليه بسرعه، لكن لو انت مثلا مش عايزاه يتهري منك. وهو الجزر اصلا الحقيقه ما بيتهريش بسرعه. يعني بصراحه اكتر نوع مخلل بيعيش معاكي بيبقى جميل حلو، فانت قطعيه تقطيع الوسط. حلو الكلام. انا هنا طبعا بعد ما نقعته زي ما انتوا شفتوا نقلته في مصفايه وسبته كده من بالليل للصبح. لو هتعمليه الصبح سيبيه حوالي 3 4 ساعات كده يصفي الميه بالسكر. يعني الملح ده بينزل السكر، بياخد السكر وبينزل. تمام. بعد كده الميه اللي بتنزل منه دي هتبداي تاخدي الجزر بتاعك تشطفيه فيه شطفه حلوه. وبعد كده تبداي بقى ايه، هنجيب ورق لوري. ورق اللوري ماده حفظ اساسيه في المخللات، بتديها طعم وبتكون جميلة جدا وبتحافظ لنا على الجزر. جبت انا طبعا مليت البرطمان الكبير، والباقيين زادوا معايا شوية صغيرين من مخلل الجزر، بدأت حطيتهم في برطمان صغير. مخلل الجزر بيعيش معاكي وبيكون حلو، بس عامل اساسي عشان تحافظ عليه. هقولك خليكي معايا، هقولك ايه اللي يخليكي تحتفظي بيه من غير ما يعمل طبقة بيضة زي ما احنا عارفين عن مخلل الجزر. خليكي معايا. اول حاجة هجيب شوية خل كده حلوين، حوالي نص كوباية من الخل. تمام. وهنبدأ مع بعض كده نشوف المية اللي احنا هنحطها. اول حاجة المية بتاعتي انا غليتها وسبتها تبرد من بالليل الصبح. المهم ان المية بتاعتك تكون مغلية ومتبردة. تمام، علشان يعيش معاكي وما يبيضش كده ويكون مش حلو. هنا هحط حوالي 8 كوبايات من الملح، من المية عفوا. كل كوباية مية ليها كوباية ملح. ليه؟ علشان احنا اصلا ضايفين له ملح. الملح اللي احنا ضفناه الاول ما كانش اكتر من ان هو يمتص السكريات اللي في الجزر وينزلها لي. ولما اتغسل جيت ادوقه بقى خلاص السكر اللي كان فيه لا بقي معتدل كده وبقى عادي جدا. هبدأ هنا كل كوباية مية بضيف لها معلقة من الملح. بتحطي سكر؟ لا، هو اصلا الجزر مسكر، فمعلقه السكر اللي بنحطها في المخللات مش هتتحط معانا لان الجزر اصلا مسكر. ايه بقى التركات بتاعه ام حمزه؟ برضو خليكي معايا وكملي الفيديو. عاملين بقى شويه مخلل جزر، عايزه اقولك اكتر من حد دخل عندي وداقه لا احلى بكتير من بتاع بره، ولا مهري ولا مغير ولا اي حاجه. طعمه جميل جدا. امشي على كل الخطوات هتاخدي شويه مخلل جزر حلوين جدا لرمضان. هنا بقى دي الهريسه. الهريسه هسيب لك اللينك بتاعها، انزلي شوفي عملت شويه هريسه بسم الله ما شاء الله في منتهى الجمال. احط بقى معلقتين ونص. لو ما عندكيش اطفال ضيفي 3. إيه ما عندكيش هريسه مفيش مشكله، تجيبي قرنين 3 كده فلفل شطه اللي هي الخضراء، الشطه الخضراء، تقطعيهم وتضيفيهم مع مخلل الجزر. بعد كده بقى التركايه الحلوه جدا اللي بتديني طعم حلو قوي في المخلل هو التوم بقشره. التوم بقشره. تضيفي اي مخللات وخصوصا مخلل الفلفل وكمان مخلل الجزر لازم تضيفي لهم فصين توم كده ولا 3 بقشرهم. طب ليه بقشره؟ هو القشر سبحان الله بيديله طعم ونكهه
ملهاش حل معانا في الخيار والجزر، بيبقى ممتاز جدا. هبدأ بقى كده دوبتهم، دوبت الملح مع الهريسة مع فصين الثوم، ورق اللوري كده من فوقه علشان يحفظوا معايا. وهبدأ كده انزل المية على مخلل الجزر. طيب ايه اللي ما يخليش الجزر يبيض معاكي؟ ان انتي ما تستخدميش ايديكي، ما تحطيش ايديكي ابدا في اي نوع مخلل. دايما يكون عندك مغرفة صغيرة، معلقة، تمام، ماسك اي حاجه تجيبي بيها المخلل. المخلل لو ايديك اتحطت فيه بتعمل طبقه عفن كده، وبيبوظ معاكي بمنتهى السهوله. يعني بيفسد على طول، مش هياخد معاكي وقت ابدا. طيب يتحط في التلاجة؟ لا، ولا يتحط في التلاجة ولا اي حاجه. هو مخلل الجزر اصلا بياخد وقت على ما يستوي. طيب انا عايزه احفظه مثلا لفتره كبيره، ما تحطيش خل، ما تحطيش خل. انما انا هنا اكلته بعد، يعني عايزه اقول لك 6 ايام 7 ايام كنا فاتحينه وبناكل منه. 10 ايام بالكتير هتاكلي احلى مخلل جزر كده. يعني نلحق نعمله دلوقتي في رمضان. هاتي 2 كيلو جزر كده وتعالي بقى جربي مخلل الجزر. من اكون كده بفيدكم. معلش انا بحاول اوضح كل حاجه، لان في ناس بتبقى خبره في كل حاجه بس المخللات ما بتظبطش معاها قوي. اهم حاجه بقى ان احنا نغطيه حلو جدا. البلاستيك اللي هو بيبقى رول ده، انا جربت ان انا احطه، بس بمجرد ما تيجي تلف الغطا بتاع البرطمان بيتقطع، فانت كده ما بتستفاديش منه حاجه. ايه بقى الحلو جدا؟ هو الكيس البلاستيك العادي. يعني لو عندك كيس بلاستيك عادي مفيش مشكله. شوفي لونه، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة. طعمه بقى كان خطير جدا. فأنا إن شاء الله بإذن الله كده هعمل لي شوية مخلل حلوين تاني لرمضان. ده كنت عاملاه يعني من حوالي شهر كده ولا حاجة، اتاكل وخلص بقى، مش عايزة أقولك. جربيه بقى بالطريقة دي، ويعني هتدعي لي والله. شوية مخلل كده زي العسل. يعني الايام دي لازم نعمل كل المخللات. ارجعي بقى للفيديوهات اللي عدت، هتلاقيني عامله لك الليمون بالعصفر. تمام، ليمون كده مسلوق، اللي هو ايه يعني على طول جاهز بقى ان انت تاكليه بعد 3 4 ايام، اسبوع هو 3 4 ايام. الفلفل حاجه كده منتهى الجمال يا جدعان، والله منتهى الجمال. الخيار، بصوا انا الحمد لله يعني في المخللات عايزه اقول لكم انا بحبها فببدع فيها. البدنجان المخلل عند ام حمزه طريقته حاجه تانية خالص. يعني بصي ما فيش حد بياكله عندي وما بيطلبوش تاني، حاجه كده ممتازه. الزيتون ان شاء الله انزل لكم كده، اكون عامله اكله واطلع لكم الزيتون اللي انا عاملاه، حاجه جميله جدا. مخلل اللفت عندكم على القناه، لان اللفت لسه موجود في السوق. وعملنا الهريسه، وقلت لك ازاي تحفظيها بالتركات القمر دي. عايزه اقول لك تحطيها في باب التلاجة هتقعد معاكي فتره ممتازه. تحطيها في الفريزر، اقول لك على كل طرق الحفظ بتاعتها. عملناها خضرة وعملناها حمرة، يعني من الاخر ما سبتلكيش اي حاجه تخليكي تشتريها من بره. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامه.